السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي متابعيني في كل مكان، أتمنى دايما تكونوا بخير. مع بعض إن شاء الله لسه مكملين سلسلة حلويات رمضان بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة واقتصادية إن شاء الله موجودة عندنا في البيت. إن شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده هنعمل مع بعض بلح الشام بطريقة سهلة ومكونات بسيطة جدا، وزي ما حضراتكم شايفين لونه تحفة وطعمه بإذن الله يعجبكم جدا. عملت قبل كده معاكم بلح الشام على القناة بس كانت مقادير مختلفة عن كده، وفعلا كانت الطريقة ناجحة وكمان كانت النتيجة ناجحة جدا. كل اللي جربوه الحمد لله نال إعجابهم كتير جدا. زي ما حضراتكم شايفين كده سهل جدا وبسيط وكمان لونه تحفة جدا. كل سنة وحضراتكم طيبين. يلا نكمل الفيديو بتاعنا ونسمي الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة هجهز الحلة بتاعتي علشان اجهز المواد السائلة بتاعتنا. هنضيف هنا كوبايتين من المية، مية عادية خالص من الحنفية، وهنضيف عليها نص كوباية من الزيت، زيت نباتي عادي بدرجة حرارة الغرفة، وكمان معلقة كبيرة من السكر. انا استخدمت هنا سكر بودر، حابة ان انت تستخدمي سكر حبيبات مفيش مشكلة. هنقلبه بس تقليبة سريعة كده علشان يدوب مع الزيت والمية قبل ما نضيفه على النار. بس كده مقاديرنا سهلة وبسيطة خالص وما فيهاش اي حاجة ولا اي تعقيدات، والطريقة جميلة جدا وان شاء الله هتعجبكم. كمان هنضيف ذرة من الفانيليا، وهنركن بقى المواد السائلة دي على جنب على ما نجهز المواد الجافة بتاعتنا. هنجيب بولة وهنضيف فيها كوبايتين ونص من الدقيق. الدقيق اللي انا استخدمته دقيق متعدد الاغراض. تمام كده. وهنضيف كمان معلقة كبيرة من النشا، والنشا هنا هيساعدني في ان العجينة بتاعتي تفضل بيضة من جوه وفي نفس الوقت مقرمشة من بره. وهنضيف المكون السحري بتاعنا النهاردة وهو 3 معالق من دقيق السميد او دقيق السمولينا اللي بنعمل منه البسبوسة العادي اللي بنجيبه من عند العطار او محل مستلزمات الحلويات. هقلب بقى كل المكونات الجافة دي مع بعضها كده علشان تكون جاهزة معايا. وقت ما اجهز المواد السائلة وتبقى سخنة معايا على النار هنضيف المواد الجافة عليها على طول. تمام كده. في المواد السائلة هنضيف اخر حاجة خالص، هنضيف زيت الورد، نقطتين 3 كده منه، مش هنكتر بس بيدي ريحة جميلة جدا للشربات للعجينة بتاعتنا. ممكن كمان نضيف ماء الورد او ماء الزهر حسب الطعم اللي انت بتحبيه. كل ده بقى هنرفعه كده على النار لغاية ما يغلي معايا، يبدأ بس يعمل فقاعات زي ما حضراتكم شايفين كده. هبدأ انزل بالمواد الجافة بتاعتي. هننزل بقى بالمواد الجافة. اول ما انزل بيها وتكتمل كلها بالنزول هجيب المعلقة الخشب وابدأ ان انا اقلب على طول. لازم تكون معايا معلقة خشب علشان هي اللي العجينة بتاعتي تقيلة، فهي اللي هتقدر تتحكم معايا او تتحمل معايا درجة التقليب بتاعتنا. لازم بقى كل الدقيق يطلع الرطوبة بتاعته زي ما حضراتكم شايفين كده، ولازم يكون اللون الابيض بقى بتاع الدقيق ده انتهى تماما وبقى لونه خلاص استوى معايا وزي الفل زي ما حضراتكم هتشوفوه دلوقتي. كمان الحلة بتاعتي هيبقى فيها نوع كده من القشرة من العجينة، ده خلاص معناها ان العجينة اكتملت التسوية وخلاص هتطفى عليها بقى ونكمل بقية وصفتنا. زي ما حضراتكم شايفين اهو سهلة جدا وبسيطة. اهم حاجة حبيبات الدقيق البيضة دي تختفي معايا تماما. بس كده طبعا على نار هادية جدا. بصوا بقى القشرة اللي حصلت في الحلة زي ما قلت لحضراتكم كده. عجينتنا ناجحة جدا بإذن الله. خلاص كده بقى اخدها في بولة وهبدأ ان انا ابردها اما بالمضرب او اسيبها اغطيها كده بكيس من اكياس السندوتشات او بفوطة مطبخ نظيفة واسيبها مجرد 10 دقايق لغاية ما تهدى خالص وتبرد علشان ابدأ اضيف البيض بتاعنا. يبقى اهم حاجة عندي ان انا اسيب العجينة لما تبرد. ومعايا هنا 4 بيضات وضفت عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا ومعلقة صغيرة من الخل منعا لان يكون في ريحة زفارة في البيض، او معلقة كده كبيرة من الخل. والبيض بتاعي بدرجة حرارة الغرفة. هبدأ ازود بقى بيضة مش هضيف كل البيض مع بعضه، هضيف بيضة لغاية ما تختفي، اضيف اللي وراها وهكذا لغاية ما اخلص ال4 بيضات. هبدأ اشغل بقى المضرب او العجان ايا كان اللي عندك، وينفع كمان يدوي، مش شرط يعني المضرب او العجان، ينفع كمان يدوي بايدك يعني مش بالمضرب اليدوي لان طبعا هيبقى ضعيف على نوع العجينة بتاعتنا. هنضيف بقى دلوقتي البيضة التانية وهبدأ برضو ان انا امزجها بباقي العجين لغاية ما تختفي تماما. ابدأ اضيف اللي وراها لغاية ما اخلص ال4 بيضات بتوعي. انتوا هتشوفوا نفس العجينة بتاعتنا هيختلف قوامها تماما، هتبقى لينة كده وناعمة وخلاص. هتبقى كده اكتملت معانا، مفيش اي اضافات اكتر من كده.
سهل خالص وبسيطة ومفيش فيها اي حاجة، وبجد مميزة جدا وطعمها حلو احسن من اللي بنشتريها من بره بكتير. تمام كده. هنضيف بقى اخر بيضة خالص، وهقلب بقى تقليبة سريعة كده لغاية انتوا نفسكوا لما تضيفوا اخر بيضة هتحسوا بقى ان العجينة اكتملت معاكي ونعمت وبقت زي الفل. ممكن بقى توقفي المضرب كمان وتشتغلي بقى بايدك تقلبيها كده تقليبة لغاية ما تبقى معاكي بالقوام اللي حضراتكم شايفينه ده، ناعم جدا مفيش فيه اي تكتلات، بالعكس املس جدا وناعم خالص. هحضر بقى التيب بتاعي، تيب بلح الشام. التيب ده رفيع، في تيب تاني سنونه صغيرة بس بيبقى يعني بيطلع بلح الشام اكبر من اللي انا هعمله دلوقتي. وهجهز الطاسة بتاعتي فيها الزيت، طبعا زيت عادي ماهوش سخن ولا اي حاجة، يعني لسه يدوبك مفضياه دلوقتي. وهحضر المقص بتاعي، هبله كده بالزيت من الطاسة وهسيبه على جنب علشان وقت ما اجهز بان انزل ببلح الشام اقص بيه على طول. تضغطي بقى ضغطة كده مطولة لغاية ما توصلي لحجم الصابع اللي انت عايزاه وتقصي بالمقص. طبعا المقص هيسهل عليكي كتير ان اولا تكون القطعة اللي انت هتقصيها دي تكون متساوية، ثانيا هيقص معاكي بسهولة جدا وهيبقى معاكي الشغل سريع شوية. اهو زي ما حضراتكم شايفين بقص وانزل براحتي خالص. العجينة لينة مفيهاش فيها اي حاجة وبسهولة جدا هتخلصي كل الكمية لغاية بقى ما تملي الطاسة. وحاولي على قد ما تقدري ما تمليش كتير عشان لسه هتقلبي. لو ما عندكيش المقص او مش حابة الفكرة دي تقدري ان انت تبلي صوابعك من الزيت كده وتقطعيها زي ما شفتوا معايا دلوقتي. خلاص انا جهزت الطاسة، هبدأ ان انا ارفعها على نار. الاول هعلي النار لغاية الزيت ما يغلي وبعد كده ههدي النار خالص. زي ما حضراتكم شايفين كده سهل خالص وبسيطة. انتوا نفسكم هتحسوا بالشكل هيتغير تماما معاكم، وكمان اللون وكمان القرمشة، يعني اول ما هيبدأ يغلي هينفش كده ويبيض وكمان يعمل صوت يخرفش. اول بقى ما خلاص يمسك نفسه كده تبدأي تقلبي بقى على جميع الاتجاهات بتاعته لغاية ما يوصل للون اللي انت حباه. بعد ما نخلص بقى الطاسة دي هتضطر ان انت تسيبي الزيت لما يدفى تماما وبعد كده تضيفي بقية العجينة بتاعتك. اول ما تخلصي بقى كل الكمية دي هتطلعيها تصفيها من الزيت وبعد كده تحطيها في الشربات بتاعنا. شربات بلح الشام بيكون تقيل وبارد، طبعا انا مجهزاه من قبل كده علشان وقت الفيديو بس. مقداره قد ايه؟ كوبايتين من السكر عليهم كوبايه وربع من الميه وذره او عصره ليمونه، وحطيتهم على النار على درجه حراره متوسطه 7-8 دقايق واطفى عليه لغايه ما يهدى خالص ابدا ان انا اشتغل بيه. خلاص انا خلصت اول دور من بلح الشام، حطيته على طبق علشان يصفي الزيت بتاعه، وهبدا ان انا انزله على الشربات على طول وهقلبه بقى كده تقليبه واسيبه حوالي دقيقه لغايه ما يتشرب من الشربات بتاعنا، ياخد الطعم يعني بتاع العسل او الشربات. وهبدأ برضو اطلعه اصفيه كويس جدا من الشربات الزيادة اللي فيه، يا اما تطلعيه بقى على مصفى او تطلعيه في اي حاجة عندك جاهزة كده ان انت تطلعيه بيها زي ما انا بعمل كده، بتصفي اي زيادة منه. بصوا بقى الصبع جميل جدا ومتماسك ومقرمش، وبصوا تحفة تحفة يعني بجد، خطواته رائعة وكمان مقاديره بسيطة جدا، وان شاء الله يعجبكم باذن الله. هطلعه بقى اصفيه كده على قد ما اقدر من الزياده واحطه على طبق التقديم على طول. في الوقت ده على بال ما جهزت بقى ان انا طلعت بلح الشام وحطيته على الشربات بتاعه وصفيته وكل الكلام ده، الزيت بتاعي خلاص هدي، وهبدا ان انا اكمل بقيه المقادير بتاعتي او العجينه بتاعتي، وهكذا لغايه ما تخلصي بقى كل الكميه بتاعت العجينه بتاعتك. تمام اهو، ده اول دور احنا طلعناه مع بعض زي ما حضراتكم شايفين لونه تحفه. بدات ان انا اضيف الدور التاني. بصوا مقرمش، انا بخبط عليه اهو، فعلا مقرمش جدا وهش جدا، وزي ما حضراتكم شايفين كده لونه ابيض، وده من نتيجه النشا اللي احنا حطيناه. عايزه اقول لكم ان هو ناشف جدا ومقرمش جدا، وهو لسه كمان ما كملش سوا او ما خدش اللون اللي احنا هنطلعه منه. هتقلبي بقى كده واحده واحده لغايه ما توصلي للون اللي انت حباه، هتبداي تطلعي. تمام كده زي الفل. بصوا خلاص كده هو وصل للون اللي انا حباه، هبدا بقى ان انا اطلعه واضيفه برضو على الشربات. اهم حاجه ان انا
اصفيه من الزيت، ولما احطه في الشربات اصفيه كويس جدا من الشربات الزياده. خلاص هطلعه اهو، هبدا احطه بقى على الشربات بتاعنا. بصوا مقرمش جدا اصلا، وانتي هتنزليه في البوله هيعمل صوت مقرمش وتحفه جدا. هنقلبه برضو تقليبه سريعه كده، وهسيبه بقى حوالي برضو دقيقه لغايه ما ياخد من طعم الشربات بتاعنا. هتخلصي بقى كل الكميه بتاعتك دي حسب طبعا مقدار الطاسه بتاعتك بياخد قد ايه، وحسب المقدار العجينه اللي انتي عاملاه. تقدري تزودي بقى عن كده، تقدري تعملي نص الكميه اللي انا عاملاها دي، طبعا دي حاجه ترجع لك انتي. تمام كده، هقلبه بس كويس علشان كله ياخد الطعم واحد. هصفيه بقى كويس كده من الشربات، وهبدأ ان انا اضيفه في طبق التقديم برضو. تقدري برضو لو انتي عاملاه بالتيب اللي هو العريض شوية، تقدري تقسميه من النص وتحشيه اي نوع انتي حباه، سواء كريمة كريم شانتيه او شوكولاتة نوتيلا او باستري، يعني بينفع يتعمل منه حاجات كتير جدا. تزيينه سهل جدا وبسيط، ولو سبتيه زي ما هو كده برضو طعمه تحفة جدا والاطفال بيحبوه، ولازم طبعا يكون موجود عندنا في رمضان على طول. بصوا بقى شكله تحفة بجد، واللون موحد، وكمان الحجم بتاعه موحد، وطبعا ده يرجع ليكي انتي. بصوا شكله تحفة جدا بجد، احلى من اللي احنا بنشتريه من بره كتير. يكفي ان احنا عارفين هو نضيف ازاي. بصوا من جوه ابيض جدا وهش زي ما حضراتكم شايفين من جوه، بس ناشف كتير جدا من بره. هزينه هنا بقى كده بصوص شوكولاته، لو انتوا حابين ممكن شوكولاته نوتيلا، اي حاجه انتوا حابينها تقدروا تحطوها بقى من بره كده. وكمان زي ما قلت لحضراتكم تقدروا تحشوه من جوه برضو، بيبقى طعمه مميز جدا. بصوا شكله تحفه بجد. يلا بقى لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بلايك وكومنت حلو منك، ولو اول مره تشوفيني النهارده يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. كل سنه وحضراتكم طيبين، رمضان كريم عليكم، دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.